السلام عليكم حبيبي بيسو حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم بيسو. السلام عليكم. السلام عليكم. كمل جناح اخوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل جناحه بيسو قام يطير، بس هسه حاليا انا شكلته لان خاف يطير برا ويروح حرامات، لانه تعرفون ما يحفظ المكان مال البيت، مو مثل الطير العادي. شوف هسه هذا جناحه شلون كمل، وخليت له تيب حتى بحيث ما يقدر يطير طيران قوي. هسه هو يطير حاليا بس مخلي له يعني يطير مكان بسيط، مو مال يعني يصعد عالي. هسه هاي جزء ان شاء الله من تعليمه وترويضه، فجاي القن به يوميا وان شاء الله خير. ولحد الان هسه ما نطق اي شيء، بس مستمع يوميا هيك. اذا عندكم طير بغبغاء الصبح مثلا تاخذون لكم شويه وياه، مثلا السلام عليكم، كلمه حبيبي، بوسه بوسه، فهو يظل يتعلم مرور الايام ان شاء الله، راح يحفظ لنا الكلمات ويداوم عليهن. بيسو حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والشكر اللي هسه هو خلصت من العظ مالته، كان يعض يعني ألم كلش قوي والله العظيم. اول ايام خلى الدم يطلع من يدي، هسه الحمد لله يعني مستجيب وهادئ. بس هو هسه يعني هسه بس تطيح حركه بسيطه يطير يروح لغرفه الطيور، يصعد فوق السلاق وشويه ياخذ له وينزل يتعب، اخر شيء الزمه وارجعه بالقفص مالته. فاخواني اهم شيء بالتربيه هو الصبر. الصبر يعني اكو بعض الناس يردون كن فيكون، يعني مثلا جاب له ببغاء ما حكى، حاول وياه كم يوم قال هذا ما يحكي، يحكم عليه ويروح يبيعه بسعر بخس، فصبروا عليه. ما هسه اذا حكى خير للاخير، ما حكى هو طير حيوان تباوع عليه تتسلى بيه، ما راح يتغير شيء. فهاي اليوم حبيت اشوفكم اخر صورة لهذا الطائر اللي كان تعبان. الحمد لله والشكر هسه ريشه بدا يكمل. وشوفوا هذا التيب شلون مخلي التيب على جناحه، لان تعرفون قام يطير وخاف يطلع ويطير بعيد ويروح من عندي. فهسه اني الحمد لله والشكر جاي اداري بيه والله العظيم، جاي اجيب له اكيل غالي. الكيلو مالته الكيلو مالته والله 8000 دينار. الحبوب مالته هاي الخلطة مالته 8000 دينار. اغلى اكل يستهلك هو، كلش غالي الاكل مالته، لان هاي خلطة بيها اشكال تحتوي حتى على فلفل، على عسل، على حبوب، على فيتامينات، فهذا غالي.
هسه هو قام يريد يجي على كتفي، يريد اي، لأنه هو قام شوي يتعلم علي، فأحاول أعلمه. إخوان هو يراد له صبر صراحة، يعني مو بهالسرعة هاي يظل يحكي ويتعلم عليكم. هسه أنا أول خطوة سويتها الحمد لله قام ما يعضني، قام يستجيب لي إذا هو بالقاع أمد ايده اللي يجي يصعد عليها، فهذا اعتبره تقدم. وإن شاء الله بالأيام الجاية إن شاء الله ينطق أعلم بيه، أنا ما أخسر شيء. إذا نطق خير على خير، ما نطق هو يبقى حيوان، أنا جايبه للثواب. أنا من البداية شفته تعبان والله العظيم، ولا أصلا إلي نية أشتري ببغاء، بس رحت بالمحل مال جماعتي فلقيته تعبان وريشه مكسر وجوعان وكلهن بيه، جبته ونظفته ورتبته وشوية شوية والله كريم. هسه هو قام يعني أول خطوة قام ما يعضني، هاي أنا فرحت بها الفقرة، لأن كان العض مالته كلش قوي. شوفوا كان حتى ما يثبت كان على يدي، هسه لا الحمد لله يثبت وهسه يجي هو على كتف أكثر شيء. بس هو مرة تسلق علي وعضاني من اذني، بس كانت عضته مو كلش قوية بوقتها، لأن هو بيعرف اكو أماكن يعني يتسلق بيها ومو يعني شرط الله يعض. هذا بيسو صراحة حبيته أنا، لأن طير هادئ. هسه الحمد لله قام يستجيب، قام يثبت على ايدي، وقمت ألقن بيومية. بعض الأحيان أخلي له تسجيل صوتي مال كلمة السلام عليكم، كلمة حبيبي، وإن شاء الله العاقبة خير. إلى هنا تنتهي حلقتنا، وإن شاء الله أريدكم شباب تشاركونا بالقناة وتفعلون الجرس وتنطونا لايك وتعطونا تعليق جميل بحيث يشجعنا ويوجهنا إذا عندنا أخطاء، حتى نتواصل بشكل مستمر ونعرف وين تكمن الفائدة. إلى هنا تنتهي حلقتنا، إلى اللقاء في أمان الله.